كاملين المغاربة كيتسائلوا علاش العدالة والتنمية دارت تحرير المحروقات، علاش حرات أسعار المحروقات، فوق ما كنشوفوا ارتفاع الأسعار ديال الغازوال والبنزين، ديما كنقولوا علاش العدالة والتنمية دارت تحرير أسعار المحروقات، ولكن حنا ما عارفينش شنو وقع في الكواليس، وعلاش من كيران قرر أن باش يدير تعليق دعم ديال المحروقات من قبل الدولة، علاش خرج المحروقات من الدعم ديال الدولة، علاش؟ هذا سؤال مطروح، كاع المغاربة كيطرحوا هذا السؤال هذا، علاش ما خلاش الدولة تدعم المحروقات، علاش؟ غادي نسمعوا عبد الإله بن كيران لأول مرة كيوضح علاش عبد الإله بن كيران قرر يدير تحرير أسعار المحروقات. الملف الاول ديال المحروقات، زيد. ملي كنت انا رئيس الحكومه حيدت المقصه في المحروقات. واو. شنو معنى المقصه؟ المقصه هي انه هاد الناس كانوا كيشريو ليسونس والمازوت، تيشريو البترول تيجيبوه لهنايا وتيكروه وتيخرجوا منه ليسونس والمازوت والفيول وتيبيعوه للناس بواحد الثمن اللي كتحدو الدوله. تيجيو عند الدوله تيقولوا لها هذا الثمن باش كتقولي لنا نبيعوه ما مخرجناش، حنا شارينه بكثر من هذا الشيء، ها شحال شرينا، ردي لنا هاد الفلوس. كاين صندوق المقاصه تيقول له بسم الله جبد اسيدي يعطيهم مليار جوج ثلاثه. هنايا القصة ديال يعني رفع الدعم على المحروقات كيشرحوا السيد عبد الإله بن كيران، كيقول لك ودي من قبل كانت الدولة هي اللي كتحدد الثمن ديال المحروقات، ولكن كتدفع الثمن ديالو، مثلا كيقول لهم اودي الغازوال والبنزين مثلا ليسونس ما يفوتش مثلا 10 دراهم كتحدد، ولكن كتدفع الثمن حيت تما كاين واحد الحق عندك الشركة ديال المحروقات اخنوش بمعنى الكلمة بكل وضوح، عنده واحد الحق ديال غادي يجي يقول لك اخويا راه انا ضعت، انا راه جبت بواحد الثمن وانتم حددتوا لي الثمن، عطوني الباقي، عطيوني داك الشيء اللي خسرت فيه، يعني داك الثمن اللي باقي خاصني باش نربحوا مثلا في الاثمنه دابا حيدتوه ليا وعطيوني داك الشيء اللي باقي. والدوله كما قال السيد عبد الله بن كيران المقاصه كيقولوا بسم الله هكا. المشكل فين واقع؟ واقع في واحد النقطه ديال ان السيد اخنوش هو كيقول ان اخنوش والاصدقاء ديالو، ولكن اخنوش هو الزعيم ديال المحروقات في المغرب، باللي ما كيجيبش شي رسو شحال هو باش شرا هو دوليا، ما كيجيبش، ما كيجيبش شي دليل شحال باش شرا باش يشوفوا شحال ناقص باش تزيد الدوله، ما كيجيبش، كيجي يقول لك اخويا شحال خسرت. واش فهمت المغاربه شنو وقع؟ تما اخنوش عنده واحد الحق ديال غادي يجي مثلا الدوله حددت له واحد الثمن باش غادي يبيع ليسونس، عنده واحد الحق ديال غادي يجي عندك كرئيس حكومه كدوله كيقول لك اودي انا راه فاش درتو دعم المحروقات وخليتو في واحد الثمن راه في واحد العدد ديال الملايير، ها هما عطيوهم لي وبالسيف على صندوق المقاصه يعطيه له حيت كيدير الدعم. فهمتوا دابا الفكره؟ غادي نكملوا المقطع باش تفهموا شنو كنقول. طيب ارنا سيدي باش غنعرفوا شحال شريتي، ما عندكش باش تعرف. انا ملي وصلت لرئاسه الحكومه راه جلست قدامي السي عزيز اخنوش قال لي السي عبد الاله راه حنا كنتسالوكم 15 مليار ديال الدرهم. السيد عبد الاله بن كيران غير دخل الحكومه وقف عليه اخنوش، علاش اخنوش بالضبط؟ علاش ما جاوش الاخرين؟ حيت اخنوش هو الزعيم ديال المحروقات في المغرب، وقف عليه راه عندكم 15 مليار ديال الدرهم. يا الله يا سيدي، ايوا حيدها له من فمه، حيدها له خنوش، الناس اللي كيقولوا اخنوش راه غادي يعاون البلاد واخنوش. السيد راه خوان الميزانيه ديال الدوله، ودابا فاش كتجي انت مثلا كتقول له حنا مثلا حنايا كبسطاء كفقراء ديال المغرب كنشدوا 50 دولار شهري ديال الدعم، كيقول لك راه غادي تقبل الميزانيه ديال الدوله، فين راه انتم كتخويو الميزانيه، والسيد عرفتوا شحال من مليار كيشد عرفتي كيفاش كيخوي، عرفتي كيخوي الميزانيه ديال الدوله، الخزينه ديال الدوله كيخويها، وحنا بغى يحاسبنا على 500 درهم، بغى يحاسب الفقراء ديال المغرب على 500 درهم، وهو عرفت شحال من مليار كيخرج سنويا؟ 15 مليار درهم. قالوا كنسالها لكم عطوها لي، يلا وحيدوا له من فمه. بمعنى 1500 مليار ديال السنتيم. وقال لي ما كاين باس حنا صابرين عليكم. وانا الا كاين شي تاجر هنايا يقول لي واش كاين شي واحد كيتسل شي واحد شي حاجه تيمشي تيقول له رانا صابر عليك. قتلوه في هذه جاب له خاطر. لا انا نطلب منه يصبر عليا معقول، هو يقول لي راه حنا صابرين عليكم. انا ديك الساعات بديت كنشك ما نكذبش عليكم. انا خلصت هذيك 15 مليار ديال الدرهم، وخلصت من بعد منها 21 مليار ديال الدرهم. تيهضر ماشي على راسو، تيهضر هو وصحابو اللي كيجيبوا البترول من اعالي البحار وتيبيعوه لنا هنايا ولا من روسيا ولا ما عرفت منين، وتيجيو تيقول لنا تشوف حنا كنجبدوا الفلوس كنعطيهم لهم.
راه غير في ديك الفترة ديال عبد الله بن كيران ديال 2011 2016 في ديك 5 سنين راه عطالو ديك 15 مليار درهم وزاد له 21 مليار درهم، وشوف شحال زاد له، حيت بالقانون صافي مادام دعمتي المحروقات كتحدد الثمن ديالهم يعني داخلين في المقاصة، عنده الحق يقول لك اللي يبغى. شكون اللي يحاسبو، شكون اللي يضغط عليه باش يشوف أودي عطينا شحال باش كتشري والو، هنا المشكل، هنا المشكل، خصنا نعرفوا شحال باش كيشري باش نشوفوا واش خاسر ولا رابح. تقدر راه رابح بداك الثمن اللي دايره المقاصة، راه رابح به بلا ما يعطيو له داك الدعم، ولكن هو كيقول اللي يبغى، مافيا بمعنى الكلمة. نكملوا نشوف. حتى لواحد النهار واحد السيده كانت عندي كترأس داك الصندوق ديال المقاصه. هاد السيدة تحياتي ليها، الصراحة ما عرفتهاش ولكن تبارك الله عليها، سيدة بألف رجل، تبارك الله عليها، دايرة خدمتها رغم أن انتقم منها ولكن راه دايرة خدمتها. نسمعوا. هي اللي كتوقع على داك الشيء. كنديروا معها اجتماع مره في العام، تيكون هو حاضر. علاش؟ لأن ديك الساعات هو وزير الفلاحه وهو داخل في هذه القضيه ديال المقاص. قالت لنا يا ودي ما عندي حتى شي وسيله باش نتاكد من هاد المشتريات اللي كيجيبوها لي هاد الناس، وتيخصني نعطيهم الفرق اللي خسروه. ياك تتفهموني اش كنقول؟ ديك السيدة اللي مسؤولة على ديك صندوق المقاصة طرحت واحد السؤال، وكان خنوش وكان السيد عبد الله بن كيران كل عام يعني في السنة كيديروا لقاء مع هاد السيدة هادي ديال اللي كتعطي هاد الملايين هادو، هاد الملايير الممليار اللي كتعطى للأخنوش وصحابو. ديك السيدة بحسن النية ديالها بالأمانة ديالها على ديك الخزينة ودوك الفلوس ديال الشعب، قالت لهم أودي أنا راه باقي ما كيتعطيليش شي رسوم باش نعرف واش هاد الناس ديال المحروقات خاسرين ولا رابحين باش عاد نعطيو لهم هاد الفلوس. حنا هاد الفلوس راه غير كنسنيو عليهم كنعطيوهم لهم، حنا ما عندنا حتى شي دليل، خص يقولوا لنا شحال باش كيشريو. هنا السؤال، هي بغات تطلب، هي كتطلب كرئيسة ديال صندوق المقاصة، كتطلب اودي السي خنوش عطيونا الرسوم شحال باش كتشريو دوليا باش نعرفوا شحال نعطيو لكم. دابا نتوما كتعطيو لنا حتى شي دليل، كتقولوا شحال بغيتو كنعطيو لكم. من حقها وتحياتي ليها وتبارك الله عليها. قالت لك ما عنديش. شعلات العافيه في السي اخنوش على هاد الكلمه هذه. وبقى تابعها حتى جرى عليها. مع الاسف في الوقت اللي كان السي الداودي هو الوزير ديالها، من بعد ما مشيت انا، ما ملي كنت انا مستحيل يقرب ليها. واحد السيدة كتفكر في داك المنصب اللي هي فيه وبالامانه اللي عندها، اللي خصها تحمل مسؤوليه في ديك الاموال ديال الشعب ديال صندوق المقاصه. طرحت سؤال بريء، طرحت سؤال وجيه، اودي الناس ديال المقاصه عطيونا شحال باش كتشرو باش نعرفوا شحال نعطيو لكم، راه ما كتعطيونا حتى شي رسوم، ما عندنا حتى شي دليل، غير كطلبوا كنعطيو لكم نعلو الشيطان. وتما شعل الخنينيش، شعل عدو ديال المغاربه ديال الفقراء، شعل. علاش تقول ديك الهضره؟ ضربات له العرق، قتلاتو. هذا السؤال ما طرحوش حتى عبد الله بن كيران وطرحته هي، وراه كيما قال السيد عبد الله بن كيران راه نيش عليها حتى خرجها من بلاصتها، وما خرجهاش في الوقيته ديال السيد عبد الله بن كيران، حيت كان يعني حاميها ضروري. ديك السيده راه نازيها، خصنا نفتخروا بها كمغاربه، حماها، ولكن نهار ما بقاش رئيس حكومه راه قضى عليها الخنينيش وخرجها من ديك المكانه ديالها وديك المنصب ديالها للاسف الشديد. وتما راه ديك صندوق المقاصه مشى صافي. ولكن السيد عبد الله بن كيران خرج عليه عاوتاني قلبو، حيد له ديك صندوق المقاصه، مابقاش غيعطيو له شي فلوس. سير اخويا خضع على الاثمنه الدوليه، كان البترول ناقص نقص للناس بالسيف عليك، كان زايد زيد الله غالب، ما عندنا ما نديرو صافي. انت دابا خويتي الدوله صاحبي، خويتي الميزانيه الساخنوش، خويتي الميزانيه انت غير على المحروقات ديالك. واما حنا اش رابحين حنا في هاد المحروقات؟ حنا هاد المحروقات كاع نرجعوهم نعطيوهم للدوله. علاش عطيناهم لك انت؟ عطيناهم لك باش تولي مافيا. الا انت كشركه ديال المحروقات شاد كاع احتكرتي هاد المحروقات في المغرب وبغيتي تخوي الميزانيه ديال الدوله، شنو مصلحه الدوله في هادشي؟ الله يعاون سيدي، حنا راه خص الدوله تصرح ديك الشركه ديالك اسي، خصها تفك هذيك الشركه ديالك. انت بغيتي تاكلنا، انت بغيتي تاكل البلاد انت، يعني شنو مصلحه؟ خص الدوله ترجع هذا تدخلها في القطاع ديال الدوله. الله يجعل شي بركه صافي. خسر اخويا الله يجعل شي بركه. ومصيبه كحل هادي، شاد المحروقات وبغيتي تخوي الميزانيه ديال الدوله، والنهار حررنا وخليناك تخضع للاثمنه الدوليه، بقيتي انت كيكون التخفيض ديال على مستوى الدولي، وكتبقى انت عندنا المخزون، عندنا المخزون، انت المخزون ديالك عمره ما يكمل. وشوف على المصيبه الكحله كي دايره. المغاربه الا صوتوا على الاحرار والتراكتور عرفوا باللي اخنوش راه باقي معنا. اخنوش كيهدد الامن ديال المملكه المغربيه وكيهدد الفقراء في المغرب. للاسف الشديد الا كنت غلط قولوها لي في التعليقات،
انا هاد السيد كنشوفو باللي كيستهدف الفقراء، بغى يخرج عليهم، بغى يقتلهم، وكيستهدف الميزانيه ديال الدوله. وهذا الشيء علاش السيد عبد الاله بن كيران حيد له ذاك الدعم وخلاه يخضع الاسعار الدوليه. والنهار غادي يرجع ان شاء الله غادي يزيرو، غادي يخضع للاسعار الدوليه. وداك الشيء علاش دابا هذيك المنظمه الخنوشيه وداك اللوبي ديالو وداك الذباب الالكتروني ديالو، منه اساتذه جامعيين واعلاميين كاملين في المغرب للاسف الشديد، واحد النسبه كبيره، واخدين واحد حرب شرسه ضد العداله والتنميه. حيت اخنوش حاس بالصهد، دار الخروج ديالو من رئاسه الحكومه دليل على ان حاس بالصهد. حيت الا رجع السيد عبد الاله بن كيران غادي يرجعوا المستوى ديالو، وغادي يرجعوا الوزن ديالو والقد ديالو، غادي يولي كما كان، وغاديش تبقى عندك السلطه ديال يدير ما بغا.